السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. بعد أن كنا ننتظر بشوق وحرارة نزال القرن الحقيقي بين المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم، حدثت مفاجأة غير متوقعة لخبطت حسابات كل من مدراء بطولة غلوري وجماهير الكيك بوكسين. الهولندي أليستر أوفريم استخدم المنشطات في نزاله الأخير ضد بدر هاري، فما هو مصير هذا النزال الذي لطالما انتظرناه بفارغ الصبر؟ هل سيتواجه جمال بن صديق ضد أليستر أوفريم أو سيتم إلغاء هذا النزال؟ جميع التفاصيل من خلال هذا المقطع الشيق فتابعوه. لكن قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع تشجيعا لنا. نزال المغربي جمال بن صديق ضد الهولندي أليستر أوفريم هو من بين أكثر النزالات المنتظرة لهذه السنة. الجميع ينتظر ويترقب عودة البطل المغربي جمال كي ينتقم من الهولندي أوفريم، لدرجة أن هذا النزال وصفته الجماهير بمعركة الأعداء. لكن بسبب الأخبار التي انتشرت مؤخرا بشأن تعاطي أوفريم للمنشطات في نزاله الأخير ضد بدر هاري، أصبح الآن من الصعب أن نشاهد هذا النزال. الآن أوفريم قام باختبار ثاني لأنه قال بأنه لم يستعمل أي مادة محظورة، بل انتصر على بدر هاري بمجهوده الخاص. لكن إن فشل أوفريم في الاختبار الثاني الذي أجراه فلن نشاهد نزاله ضد جمال بن صديق، وإنما ستتم معاقبته وحتى انتصاره ضد بدر. في نزالهما الأخير سيحتسب ذلك الانتصار لصالح الأسطورة بدر هاري. جمال مستعد 100%، جاهز تماما لمعاقبة أوفريم، لكن ربما هذا النزال لن يرى النور ولن نشاهده، وبذلك نحن الآن ننتظر ما ستقوله بطولة غلوري. فنزال جمال بن صديق وأليستر أوفريم صنف كأقوى نزالات الكيك بوكسين التي سيتم الإعلان عنها، لأن جمال قد طور كثيرا من مستوى القتالي وهو يسعى للإطاحة بأوفريم ومعاقبته. ومن جهة أخرى أليستير الذي أدهشنا بذلك الأداء الرائع الذي قدمه لنا في نزاله ضد بدر هاري، حيث قاتل بأسلوب رائع وهو مجيز من الفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسين. لكن تفوقه على بدر لم يكن بسبب قوة لكماته، وإنما هو قد استعمل المنشطات، وهي من كانت تمنحه تلك القوة والجهد لتسديد تلك اللكمات العنيفة. وإن كان أوفريم لم يستعمل المنشطات لهزم شر هزيمة من الأسطورة بدر هاري. وحتى إن نجح أوفريم في الاختبار الثاني، فعندما سيواجه المغربي الآخر جمال بن صديق فسوف ينهيه جمال بسلسلة لكماته الفتاكة. فلكمات جمال لا ترحم، يا إما قاتل أو مقتول. كان هذا هو الوصف الذي وصفت به معركة جمال وأوفريم. لكم أن تتخيلوا حجم العنف والشراسة التي كانت ستشهدها هذه المعركة. من جهة نتمنى أن ينجح أوفريم في اختبار المنشطات كي نراه ضد جمال، ومن جهة أخرى أريد من أوفريم أن يفشل في اختبار المنشطات، لأنه إن فشل أوفريم فسنرى عودة الأسطورة بدر هاري من الاعتزال. فكما يعلم الجميع فأنا من أشد المعجبين ببدر هاري، أتابعه منذ أن كنت صغيرا، لذلك إن فشل أوفريم في الاختبار الثاني فسنفرح كثيرا برؤية الملك يعود للحلبة. فبدر هاري كان من بين أفضل المقاتلين الذين حملوا قفازات الكيك بوكسين، أعجوبة عصره، ونحن فخورين كونه قاتل وهزم أقوى المقاتلين في عصره، ولا زال يقاتل ويسقط أبطال الجيل الجديد. ومن جهة أخرى حتى إذا قرر بدر وفضل البقاء معتزلا فسيكون نزاله الأخير في مسيرته انتصار وليس هزيمة. نتمنى أن يعود بدر هاري للحلبة مجددا، كذلك نتمنى أن يكون جمال في الموعد وأن يكون مستعدا لمواجهة خصمه القادم سواء كان أوفريم أو ريكو فيرهوفن. أجيبوني من خلال التعليقات، من تتوقع بأن يكون خصم جمال بن صديق القادم إن تمت معاقبة أوفريم؟ هل سيكون ليفي ريخترز أو أنطونيو بلازيفاد أو ريكو فيرهوفن؟ أنتظر تحليلاتكم من خلال التعليقات، والتي أستمتع كثيرا بقراءتها والرد عليها. قبل نهاية المقطع، إن كنتم من محبي متابعة أخبار الرياضات القتالية فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.